هل تعلم صديقي العزيز إن في الصعيد كله ما كانش فيه غير جامعة أسيوط؟ طب هل تعلم إن أفريقيا اتعلمت الطب من أسيوط وتحديداً جراحة العظام؟ أهلاً بيكم في أسيوط عاصمة الصعيد، واحدة من أكبر الأماكن والدول إنتاجاً للرجالة. نسبة المواليد هنا من أكبر نسب المواليد في مصر. هنا تكاليف الجواز قبل الجواز وبعد الجواز. جهاز العروسة هنا في أسيوط ممكن يعدي بموكب فيه 20 عربية نص نقل، وده عادي جدا. والناس هنا عايزة تتجوز، بس تكاليف هنا عالية قوي. وده عمل حاجة مهمة جدا جدا، إن الأسرة الأسيوطية بقت تقارن ما بين امبارح والنهاردة. عايز مستقبل أحسن وأنا ببني أسرة جديدة، وإحنا في زمن التطور بقى. وعلى سيرة التطور، من أول الكليم والمفارش، أهم الصناعات اليدوية والحرفية، وكمان صناعات متطورة، لحد الأسمدة وتكرير البترول والأسمنت. مصر بتتبني هنا، والنيل بيعدلها من هنا، من ورايا. أهلا بيكم في أسيوط. تعالوا بينا نكتشف سر الأربع حيطان. اسمي نسمات القوسي. الله، نسمات، ايه الجمال ده؟ ميرسي. الله يخليك. حضرتك بتشتغلي اكيد ايه؟ بشتغل مدير تنفيذي. مدير تنفيذي؟ ما شاء الله. عند حضرتك اولاد؟ اميره وهمس وعلي. الله. الفرق ما بينهم قد ايه؟ اميره وهمس بينهم 4 سنين، وهمس وعلي 6 سنين. طب ليه اشمعنى؟ انا لما كنت عندي البنت الاولى طبعا هي كانت واخده كل الرعايه وكل الاهتمام طبعا، فحسيت ان انا لو جيت في النص كده وجبت بسرعه عليها حد يبقى انا يعني ما اديتهاش حقها في التربيه، فكنت مهتميه بيها جدا. واول ما بدات بقى تدخل المدرسه وتبتدي تعتمد على نفسها، بدات افكر ان انا يكون ليها اخت تانية يعني او اخ. تمام. جوزي كان عايز بيبي، فانا قلت له عايزين نشوف انت عايز بيبي، اي بيبي ولا عايز ولد؟ عايز ولد. عشان ده هيفرق معايا. تمام. فقال لي لا انا نفسي في بيبي تاني، بس يعني مش فارقه ولد، مش فارق ولد ولا بنت. قلت له اذا كان كده نتفق ونجيب. تمام. لكن لو انت عايز ولد يبقى الدايره دي مش هتنتهي. بالنسبة لقرية الوسطى التابعة لمحافظة أسيوط مركز الفتح، فيها نسبة تعليم عالية. يعني في بعض أسر هنا فيها 7 8 10 12. الإنجاب واخد بالك دلوقتي اتحددت بقت إيه، يعني 1 2 علشان إيه ظروف الحياة تمشي، وبقي فيه يعني وعي. طيب حضرتك كنا بنقول إن أسيوط اتطورت في الصناعات جدا. ده حقيقة. فهل اتطورت في الأسر ما بين زمان ودلوقتي؟ أكيد طبعا فرقت جامد. يعني في الأول كان الستات مجرد ما بيتجوزوا يبقى في زن متواصل من الحما ومن الأم إن يلا عشان نطمن، ولو اتأخرت شهر تبقى كارثة إن هي ما حملتش. أنا زي ما قلت لحضرتك كان عندي بنات، وعندي بنات كبيرة وعلى وش جواز. ما شاء الله. مش حاطة أبدا قدامي إن أنا ممكن أزن عليهم. مفيش ستريس عليهم؟ لا خليكي اعملي. بالعكس خالص، يعني إن هم لازم ياخدوا وقتهم كويس قوي، ومنين ما هم يقرروا مع بعض، لأن ده قرار مزدوج بالظبط. مش قرار وحيد. فلما يقرروا ان هم يكونوا خلاص قادرين يستقبلوا طفل، ان هم يبتدوا ياخدوا القرار ده مع بعض. اللي اتعمل معايا زمان مش ممكن هعمله تاني في ولادي يعني. ولا اولاد حضرتك طبعا هيعملوه في ولادهم وهكذا. اكيد اكيد، ان انا هبقى هدافع عن الفكره، يعني ان ما يبقاش في زن ولا احنا نكرر حاجات كانت بتحصل زمان. انا بشكر حضرتك جدا. استاذه نسمات صح؟ ايوه مفيش حاجه علينا، الجو واقف خالص. ربنا يخليكي، نورتينا. شكرا. شكرا. العادات والتقاليد بتاعت يعني العهود السابقة واخد بالك حاليا مفيش. أما حاليا دلوقتي احنا في تقدم وفي رقي وفي نهضة وفي تنمية بشرية وفي تنمية في كل حاجة. إسلام، أخبارك إيه؟ الحمد لله، والله سعيد بوجودي مع حضرتك أكيد. بشكرك جدا، وعايزين نتعرف عليك أكتر. أنا إسلام أحمد، من أسرة من صعيد مصر.
وفخور جدا ان انا يعني من الصعيد، لان احنا عندنا عادات موروثة وعندنا موروث اجتماعي مهما اتحركنا في محافظات او مهما الظروف آم، خلتنا ننتقل من مكان لمكان، بنفضل متمسكين بيها مع تغير المحيط والمناخ يعني. ما عندك أولاد قد إيه؟ عندي تولين عندها 6 سنين. طب لو جينا اتكلمنا عن العيلة زمان والعيلة دلوقتي، المتعارف عليه زمان إن العدد كان كبير والناس بتحب العزوة وبتحب الأعداد الكبيرة بغض النظر التحديات كانت عاملة إزاي. أما دلوقتي الموضوع اختلف. كلمنا أكتر عن اللي أنت شايفه، هل زمان شايف إن العدد لما كان أكبر كان أحسن عن دلوقتي ولا دلوقتي أحسن؟ هو يعني عندنا برضو الموضوع مختلف شوية، ان احنا لسه موضوع العدد لسه مستمر. مم. لما جيت اتجوزت انا كنت بدعي ربنا ان اول خلفتي يكون ولد. فعلا. اه اه آه، ده آه، عشان اعتقادك أنت ولا عشان اعتقاد أهلك ما هو انا أو ضغط اعتقادي، الأهل؟ لا هو الموضوع ملوش علاقة بضغط الاهل قد ما هو اعتقادك انت بتاخده من نفس البيئة المحيطة بيك. انا اللي حصل معايا تجربة مختلفة جدا، خلتني بقى ادافع عن معتقدات جديدة بالنسبة لي. اول ما انا يعني اول ما عرفت ان الجنين بنت، كان يوم بالنسبة لي صعب شوية، أنا حزنت جدا. زوجتي حست بالموضوع دوت وقالت لي أنا حاسة إنك زعلان جدا يعني ولكن قلت الحمد لله، يعني خلاص إن شاء الله خير بإذن الله. مع أول لحظة وسمعت فيها صوت بنتي، مع أول ثانية أنا قدرت إن أنا أشيلها وأحتضنها، الموضوع تحول معايا إن أنا مش محتاج حد يكون عزوتي قد ما أنا عايز أكون العزوة والدنيا كلها بالنسبة للبنت ديت. أنا أكون جيشها في العالم كله. اتحمل عليا أعباء وضغوطات وحاجات كتير جدا أنا شايفها لمدة ثواني أنا لازم أعملها للبنت دي، اللي أنا دوري في الحياة ممكن يكون ربنا آم، جابني الأرض دي عشان خاطر البنت ديت. فابتديت أنا بقى لما بشوف حد زعلان عشان خاطر موضوع الإنجاب بالنسبة للبنت، لأ أنا لازم أوعيه. انت قلت كلمة مهمة جدا، انا لما شفت بنتي وانا كنت عايزة اكون العالم لبنتي بقيت انا اقول للناس الكلام ده. النهاردة احنا شايفين تحديات كبيرة جدا بنواجهها بسبب عدد زيادة الافراد في العيلة، يعني كان بقى فرص التعليم، فرصك في المجتمع بشكل عام، فرصك في العمل، فرص في الصحة، حاجات كتير جدا. النهاردة انت كفرد عرفت انه كل ما قللنا من العدد، كل ما قننا العدد، كل ما كسبنا وكل واحد اخد فرصته. دور الافراد هنا بيكون عامل ازاي؟ دور الافراد كله في كسر الموروث الاجتماعي. الموضوع ملوش علاقه بتعليم، ملوش علاقه بمكانك، سواء انت لسه في قريتك في الصعيد، سواء انت لسه في مركزك او اتنقلت في مكان تاني. هي الفكره كلها مين مقتنع ان انا لازم اكسر الموضوع دوت ومين مش مقتنع بدوت. هو الموضوع كده. في جزء كبير جدا من الصعيد ابتدى يقتنع دلوقتي اقتناع تام في الجيل الجديد، لان خلاص الجيل القديم بقت مشكله قائمه، هو عنده 7 افراد. فالجيل ده بقى يقتنع انا مش اصح حاجه ان احنا كنا 7. في ناس تانيين مقتنعين احنا كان اصح حاجه في الدنيا ان احنا نكون 70، مم. مش 7 بس. ولكن في الوقت الحالي على الرؤيه، لا الموضوع اختلف. في عائلات كتير دلوقتي ما بقاش يهمها موضوع العدد زي الاول. الجيل اللي طالع جديد من الشباب بقى عنده الثقافه اللي قدرت تكسر الورث اللي هو كان بيعيش بيه والاعتقاد اللي هو كان بيعيش بيه. فبقى في حلول حقيقية للمشكلة ديت. اسلام، بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده، وميرسي على ان احنا فعلا فتحنا سر من اسرار الاربع حيطان اللي ناس كتير ما بتتكلمش عليه، بس النهارده اتكلمنا باستفاضه اكتر، وبشكرك على وجودك. أنا اللي بشكر حضرتك جدا، شكرا. بين امبارح والنهارده حاجات كتير اتغيرت وحاجات كتير لازم تتغير. ايه الفرق بين البيت المتوازن في أسرة متوازنة والبيت الزحمة في أسرة كبيرة؟ تخيلوا بيت من أب وأم و5 من الأبناء والبنات على سبيل المثال، وبيت تاني متكون من أب وأم وطفلين مثلا. البيت الأولاني زحمة، الأب بيشتغل أوقات أطول علشان يأمن مصاريف البيت، والأم بتتعب في بيتها وشغلها علشان يدوب تلاحق على المهرجان ده. والولاد حكايتهم حكاية، كل طفل عنده حياة، مذاكرة وصحاب ومشاكل ورعاية نفسية وصحية وخصوصية كمان. كل طفل محتاج يحس بالخصوصية في بيته، كل ده بيكون صعب في بيت زحمة زي ده.
نروح للبيت التاني، الأب مش مضطر يتعب زي تعب الأب الأولاني، والأم نفس الكلام. ولو قلنا إن البيت الأولاني مسؤولين فيه عن حياة 5 من الأبناء والبنات، فالبيت ده المسؤولية فيه أقل حبتين، وبالتالي الأب والأم يقدروا يلاقوا وقت أكبر لكل طفل، اهتمام أكبر، تعليم أفضل، تغذية ورعاية صحية وغيره. وده اللي يخلي البيت الأولاني أكثر عرضة لمشاكل كتير ممكن البيت التاني يتجنبها أو يتعرض ليها بشكل أقل بكتير جدا على الأقل. البيت طول ما هو متوازن يقدر يعدي، أما الحمل لما بيزيد كل حاجة ممكن تكون متوقعة وخارج السيطرة. خلونا نحسبها صح، لأن امبارح مش زي النهاردة. بين امبارح والنهارده حصل تغيير كبير جدا في فكر المجتمع المصري، وبالأخص في الصعيد، وهو ده اللي حكينا عليه النهارده في سر من أسرار الأربع حيطان. تابعونا على الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لتنمية الأسرة.